كان على الرجل أن ينفق 30 مليون دولار خلال 30 يوما. كانت هذه هي الشرط الأساسي ليحصل على ميراث ضخم قدره 300 مليون دولار. فبدأ يصرف المال بشكل غير محدود. استأجر مصورا ووافق أن يدفع له 40 ألف دولار في الأسبوع، ثم رأى حارس أمن في البنك وعينه فورا مقابل 20 ألف دولار. بعد كده خرجوا سوا للشارع. بنو أيضا استأجر سائق تاكسي وخصص له راتب شهري 30 ألف دولار ليكون سائقه الخاص، بل استأجر كل سيارات الأجرة المتاحة في المدينة. دعت الجميع لتناول الطعام في أفخم فندق، وطلب لهم أغلى أنواع النبيذ فقط ليسرع عملية الإنفاق. فتح شركة استثمارية ولاحظ مشروعا غريب جذب انتباهه: نقل جبال الجليد من القطب الشمالي إلى الصحراء العربية. الخطة كانت غريبة، تتضمن تركيب محركات في جبال الجليد وسحبها إلى الصحراء. ومع أنها بدت مجنونة إلا أن ابن استثمر فيها مليون دولار دون تردد. المال كان يستهلك بسرعة وابن كان سعيد جدا، لكن المفاجأة كانت بعد أيام لما المشروع ظهر في الأخبار. شركة نفط ضخمة أعجبت بالفكرة وقررت شرائها، ومنحت بن أسهما بقيمة 10 ملايين دولار. بن انفجر من الغضب لأنه ما كان عايز يكسب شيء. في الوقت ده شاف إعلان ترشح لمنصب عمدة المدينة على التلفزيون، فقرر يترشح، وكان هدفه الوحيد يصرف اللي تبقى من فلوسه. اشترى كل المساحات الإعلانية والحملة الانتخابية التهمت المال بسرعة. خلال حملته ظل يكرر على الناس: من فضلكم لا تنتخبوني. لكن الغريب أن الناس حبت صراحته واختلفه عن باقي المرشحين، وكلما أصر على الرفض زادت شعبيته. بن بدأ يجن لأنه لو فاز بالانتخابات سيصبح عمدة ويتقاضى راتبا سنويا قدره 60 ألف دولار، وده حسب الوصية يعتبر دخل، وبالتالي يفقد حقه في الميراث. ما كان عنده خيار، فانسحب من الانتخابات، وللتعويض دعا كل أهل المدينة على عشاء فاخر، وبعدها لم يتبقى له سوى 30 ألف دولار استخدمها لدفع فاتورة المطعم. وأخيرا أنهى ابن التحدي، لكن لما راح يطالب بالميراث الحارس افتكره مفلس فنظم له حملة تبرعات.